حبايبي عاملين ايه؟ يا ريتنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النهارده جايالك ازاي تمشي بيتك اسبوع كامل شامل الخضار والحاجات اللي هتعمليها في الاسبوع ب200 جنيه. هسمي الله وهخش بالفيديو. اول يوم في المنيو هيبقى سمك. هجيب 2 كيلو سمك بولتي، كيلو ب30 جنيه، هجيب 2 كيلو. وهعمل رز زائد سلطة خضرا. يبقى اول يوم في المنيو هجيب 2 كيلو سمك زائد سلطة خضرا. هجيب سمك وسط كده في حوالي 30 جنيه. طبعا انتوا عارفين الحاجة غالية، ربنا يعيننا جميعا يعني، بس احنا بنحاول برضو نمشي الامور. تاني يوم هجيب نص كبد وقوانص. انا حطالك الكبد وقوانص هتجيبي ب25 جنيه كبد وقوانص. عندك بقى مخلل في البيت هتحطي جنبها مخلل، وتقلي بطاطس محمرة. او مش عايزة بطاطس، البطاطس صغيرة احنا عاملين حسابها هنا برضو في المنيو. ممكن تقلي بتنجان او اي حاجة او تحطي مخلل بس براحتك. يبقى تاني يوم عندي كبد وقوانص زائد مخلل زائد بطاطس محمرة. تالت يوم عندي هجيب ربع عدس اصفر، وهحط برضو جنبيه هقلي بطاطس، وهعمل بتنجان بالثوم بالخل بيبقى حلو، تبقى اكلة كده حرشة. يبقى تالت يوم ربع عدس اصفر ب8 جنيه. دلوقتي غلى العدس بقى ب8 وربع. زائد بطاطس محمرة زائد بتنجان بالثوم. رابع يوم هعمل كوسة ورز او اي خضار انتي بقى تحبيه. مفرزة بامية ممكن تطلعي كيس من الفريزر وتعملي جنبها حبة رز، او ممكن تاكليها بالعيش براحتك. تجيبي كوسة بقى مفرزة حاجة في الفريزر براحتك. يبقى رابع يوم هنجيبه كيلو كوسة ب10 جنيه، وهعمل جنبها حبة رز. خامس يوم هجيب نص بانيه، هقسمه على مرتين يعني ربع وربع. هجيب ربعين بانيه. اول ربع معايا هعمل همبرجر زائد ممكن تعملي بقى كفتة بانيه، وتعملنا برضو حبة سلطة خضرا. سادس يوم هعمل مسقعة. المسقعة العادية يا جماعة اللي هي بتبقى بتنجان على فلفل على بطاطس، تبقى حلوة برضو وحرشة. ممكن انتي تعملي حاجة تانية، ممكن لو عندك حاجات الكشري مثلا خازين تعملي بيت كشري، ممكن تعملي اللي هو الكشري اسكندراني، يعني اي حاجة. هي ايه افكار. سابع يوم هعمل كفتة رز زائد حبة رز ابيض. كفتة الرز دي هنعملها بالربع التاني بتاع الفراخ. هعمل كفتة رز بالفراخ، او ممكن تعملي كرات الفراخ بالصلصة اللي يعجبك. هنا بقى الحاجات دي كلها احنا قلنا دلوقتي السبع صفر. تعالي نشوف المشتريات. اول حاجه في المشتريات الخضار. هجيب 2 كيلو طماطم. الطماطم دلوقتي برضو غاليه. هجيب ال2 كيلو ب10 جنيه. هجيب كيلو ونص بصل ب10. انا حاطلك ب6 ونص، في ناس بيبيعوه ب5، بس انا حاطلك الحاجه كمان بالاسعار الغاليه. هجيب كيلو ونص بطاطس ب15. بطاطس ب10 جنيه. هجيب كيلو ونص ب15. بقى اعمل طبق كده جنب الاكلات اللي احنا قلنا عليها محتاجه بطاطس. هجيب كيلو بتنجان ب7 جنيه. وهجيب ربع فلفل اخضر، يعني 10 جنيه فلفل وبتنجان. هجيب ربع ليمون ب2 جنيه. هجيب ب5 جنيه خضرة مشكلة بقى عشان السلطة وعشان كفتة الرز. يبقى الحاجات دي كلها لو حسبناها 10 زائد 10 زائد 15، 35 و10 45، و5 جنيه 50، و2 جنيه ليمون 52 جنيه. يبقى حساب الخضار عامل 52 جنيه. هنيجي بقى للحوم والاسماك وكده. هجيب نص كيلو بانيه ب45 جنيه. هجيب 2 كيلو سمك ب30 جنيه. ال2 كيلو عاملين 60 جنيه. هجيب كبد وقوانص ب25 جنيه. هجيب كيلو كوسة ب10 جنيه. هجيب ربع عدس ب8 جنيه. لو حسبنا ده كله كده هيبقى 148. يبقى هنا 148 زائد 52 هيبقى 200 جنيه. يعني انتي برضو مشيتي بيتك ب200 جنيه. حلو شامل الخضار. الكلام ده يا جماعة للناس عندها بقى تومين او بيجيب خزينة بالشهر. 200 جنيه في عز الغلا اللي احنا فيه حلو. وفي برضو كم يوم 4 اي فراخ وكبد وقوانص، يعني المنيو ده حلو ومتنوع. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو متنسيش تحطي لايك، لو انت جديده تنوروني وتشتركي في القناه عشان القناه تكبر بيكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.